عندك شوية جلاش مكسرين كده ومرميين في الفريزر. عايزه اقولك على حاجه، اقل من ربع كيلو جلاش هاتيهم وتعالي. عندك نص كيلو جلاش هاتيه، بس مش هنستخدمه كله. ولو عندك بقى جلاش بقى مقطع ومش عارفه تعملي بيه ايه، ولا عارفه تعملي بيه وصفه ايه، تعالي بقى ما اقولك على وصفه انت بتشتريها في الغالي وكمان بتكلفك بره. لو انت كلتها بره في مطعم كتير قوي او في محل، بس انا عايزه اقولك بقى تعمليها هتبقى جباره 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 في الطعم والريحه، اللهم بارك. بصي بقى، هتجيبي الجلاش بتاعك كده وهتحطي عليه معلقه كده من السمنه البلدي، وتدهني ورقه ورقه كده بالفرشه، حاجه بسيطه خالص، وتحطي في الصينيه. والصينيه طبعا دهناها. معايا قدين؟ معايا، انا كنت حاطه في الطبق ده نص كوبايه من السمنه البلدي، بس انا استخدمت ربع كوبايه بس. ليه؟ لان كل ورقه بمسح عليها بس كده، بتاكد ان كل ورقه كده اتشربت بالسمنه كده بايه، حاجه بسيطه خالص كده، واطبقها كده زي المنديل واحطها تاني. والجزء اللي تحت خالص انا ما بحطش عليه، لان انا كده كده حاطاه تحت على الصينيه والصينيه مدهونه. تمام. طب انت بقى بتعملي ايه؟ الاول حبايب قلبي حطولي اللايك الحلو بتاعكم، وتعالوا نشوف بنعمل ايه. بنعمل ام علي من الجلاش، طعمها خرافه 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 خرافه. لو قعدت اقول لكم بجد قدين، في منتهى الجمال، حلوه قوي قوي، ما يتشبعش من اكلها. كمان مغذيه جدا جدا جدا. في كل ورقة زي ما قلت لكم رشة بسيطة او دهنة بسيطة خالص بالفرشة كده، عشان ما تاخدش منك كتير من السمنة البلدي. ويا ريت ما نستخدمش زيت، او تستخدمي زبدة تسيحيها وتحطيها. المهم، المادة الدهنية دي بتفرق في الطعم جدا جدا جدا. خلاص، انا عملت اقل من النص كيلو، يعني حوالي ربع كيلو من الجلاش. دول هيعملوا لي 5 طواجن. تمام. شوفي ما شاء الله، اللفة لسه يعتبر زي ما هي، انا هعينهم استخدمهم ان شاء الله مرة تانية. طبعا معايا فرن سخن مولعاه، عايز تولعيه من فوق ومن تحت مفيش مشكله، بس كل شويه تدخلي بقى وتقلبي وتجيبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت، لانه بياخد لون سريع جدا على درجه حراره عاليه. يا اما تعملي بس من فوق وتقلبي، يعني تفتحي الشوايه بس عليه وانت واقفه قدامه وتقلبي، لانه بياخد لون بسرعه جدا. انا بقى قعدت اقلب ومش عايزه اجيب بقى ايه اللقطه دي معاكم عشان مش هضيع وقتكم وقت الفيديو، لغاية ما كله اخد اللون الجميل دوت، وبقى مقرمش خالص خالص من كل جهة كده. تعالوا بقى ما نشوف هنعمل ايه. سهل جدا جدا جدا، حلو قوي. انا عايزة اقول لكم بأمانة والله طعمه جبار، يعني انا هعتمدها عندي على طول. وعلى فكرة، لو الجلاش عندك متقطع ومش نافع يتعمل خالص، بتحط عليه من فوق كده شوية سمنة بلدي كده، وتدعكهم كلهم في بعض كده، وتقوم حطاه في الفرن مباشرة. مش لازم تعملي اللي انا عاملاه دوت، اللي هو الاظرف ديت، لان كده كده كل دوت هتكسريه، يعني كده كده كله هيتكسر. تمام. بس هو عشان كان معايا مش مقطع قوي، كان سليم، فانا بقى ايه، عملته بالطريقه ديت. اهم حاجه انا عندي عايزاه يتشرب من السمنه البلدي خفيف كده، ويتحط في الفرن يتحمص زي ما انتوا شايفين. تمام. هجيب بقى الطاجن بتاعتي، وكل واحد من الطاجن اكسر فيه شويه، انا مش عايزه انعمه خالص خالص، يعني يا دوب اهريه كده، واقوم ايه حاطاه في قلب الطاجن. زي ما قلت لكم ده عمل معايا 5 طواجن، اللي هم 3 صغيرين و2 اكبر منهم شويه، وفاض كمان مني حته جلاش. ده انا زي ما قلت لكم اقل من ربع او ربع كيلو من الجلاش. تمام. جبت كل الطواجن بقى ومليتها بالشكل دوت على الاخر كده كده كده، وانت بتحط عليها اللبن هينزل. طبعا ال5 طواجن دول اخدوا معايا لتر حليب او كيلو من الحليب. تمام. كيلو يعني من اللبن. واللبن اهم حاجة يكون بيغلي على البوتاجاز، يعني انا جبته بعد ما يغلي على البوتاجاز مباشرة واحط عليه. ما ينفعش يبقى بارد، لو تلاحظوا من البخار طالع منه هوت. هحط عليه حوالي 5 معالق من السكر كبار، وانت بقى السكر ده حسب رغبتك انت. انا بصراحة معايا كان الطاجن ام علي ده مظبوط على التكة زي ما بيقولوا. وكمان رشة من الفانيليا او باكت من الفانيليا. تمام. هقلبهم كويس جدا مع بعض كده لغاية ما احس ان السكر داب. بصوا بقى، انا عايزة اقول لكم بجد جربوا الطاجن ده، وانا واثقة ان هو يعجبكم جدا. طبعا كل طاجن بقى كده ابدا احط عليه كده لغايه ما احس ان هو ايه، خلاص بقى اتشرب كده، وال يعني واللبن مغطيه بس كده من فوق، يعني مغطيه، بدأ اللبن يبان من الطاجن. تمام. كل بقى طاجن احط فيه حوالي كبشة او كبشتين كده من اللبن. المهم، هاي لغايه ما اللبن يغطيه. عايزه اقول لكم بقى كله غذا، طعمه مميز جدا. حتى اللي مش بيحب الالبان، على فكره طعم اللبن
متغير فيه، طعمه حلو، طعمه حلو قوي مع التكه اللي احنا نعملها فيه دلوقتي. خلاص انا عبيت كل الطواجن. تعالوا بقى نجيب كوبايه من الحليب او كوبايه من اللبن، احطها كده في بقى طاسه، في اي حاجه، في اي، في حله، في اي حاجه، واحط عليها معلقه من السكر. بس انا رجعت زودت نص معلقه لانه لقيته دلع شويه، وحطيت رشه من الفانيليا، واحط معلقه كبيره هرميه من ايه، من النشا. وهبدا اقلب الخليط على البارد الاول، وبعد ما اقلبه على البارد هبدأ بقى ان انا احطه على النار. اول ما احس خلاص كده ان هو داب معايا، حطيت معلقه من القشطه. القشطه ديت وش اللبن، ما عندكيش قشطه ممكن تستغنى عنها على فكره. ممكن والخليط بتدوبيه على البارد تحط معلقتين من كريم الشانتيه، بيخلي طعمه حلو قوي وتستغنى عن خطوه القشطه ديت. ده الكلام ده باول ما تحط عليه النشا، يعني هو على البارد. تمام. خلاص بقى تقل معايا، وهو اهم حاجه سيبه يغلي ويبقبق معايا كده او يطلع فقاقيع عشان النشا اللي فيه تستوي. هاخد بقى في كل طاجن كده معلقتين تلاتة على حسب، واحاول ان انا افردهم على الوش. عايزه اقولك على حاجه، كل ما الخليط ده كان معاك اتقل، قصدي مش سميك زي ما انا حاطه كده، يعني ممكن كمان المعلقه الكبيره الهرميه تبقى نص معلقه بس، مش تبقى معلقه كبيره. يعني انا عايزاه ممكن يكون سايل سنه، مش ان هو تقيل قوي كده عشان تعرفي تحطيه على وش الطواجن. بس ده مش غير خالص في طعمه. حطيته بقى، خد وش بس من الشوايه من فوق كده وانا واقفه جنبه، وكان دي شكله ما خدش مني اي وقت اطلاقا. عايزه اقول لكم والله الطعم جبار، بجد الطعم حلو قوي. عن ثقه، انتوا عارفين ان انا ما بحبش يعني الحاجه اللي بتطلع معايا حلوه يبقى حلوه، وحشه تبقى وحشه، بس بجد حلوه قوي. دي بقى اللي عندها شويه جلاش بقى قبل لما ترميهم بقى، إيه متخزنين في الفريزر على الفاضي بقى لهم فتره كبيره ومش عارفه تعملي بيهم ايه. الجو بقى ايه، داخلين على برد بقى والجو هيبرد. طاجن ام علي ديت بقى في البرد دوت، عايزه اقول لكم في منتهى الجمال. بصوا بيبقى فيه شويه لبن كده في من تحت كده، هو لا بيبقى معجن ابدا ولا بيبقى اي حاجه. شويه اللبن اللي فيه دولي احسن من الجلاش نفسه، طعمهم حلو قوي قوي. جربوه مش هتندموا.